السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن درس جديد بعنوان التطابق للصف الأول الإعدادي في مادة الهندسة. هنتكلم النهاردة عن تطابق المثلثات، وتطابق المثلثات ده له 4 حالات. الحالة الأولى تطابق ضلعان وزاوية محصورة. الحالة الثانية تطابق زاويتان وضلع. الحالة الثالثة تطابق الأضلاع الثلاثة. الحالة الرابعة تطابق وتر وضلع في المثلث القائم. طيب نبص كده للحالة الأولى، عندنا بتقول إيه؟ تطابق ضلعان وزاوية محصورة بينهم. يعني معنى كده إن هو لازم ضلعان يتطابقوا وزاوية تكون محصورة بينهم. دي الحالة الأولى لتطابق المثلثات. طيب لو بصينا على الرسم كده هنشوف أنا عندي كده مثلثين أهو. المفروض إن يتطابق في المثلثين دولت ضلعان وزاوية، ويكون في زاوية محصورة بينهم. طيب لو جيت أبص كده عندي ألف ب اللي هو عليه السهم ده في المثلث الأول بيطابق د ه في المثلث التاني اللي هو عليه الشرط ده. طيب كمان عندي ب ج بيطابق ه واو في المثلث التاني. طيب عندي ايه كمان؟ عندي زاوية محصورة بينهما. الزاوية ب في المثلث الأول بتطابق الزاوية ه في المثلث التاني. تمام كده؟ يعني معنى كده إن لازم يتطابق ضلعان وزاوية محصورة بينهم. طيب ينتج من دوت ايه بقى؟ ينتج إن المثلث أ ب ج بيطابق المثلث د ه واو، نتيجة توافر الحالة الأولى عندي تطابق ضلعان وزاوية محصورة بينهما. ينتج من التطابق إيه؟ إن أ ج أهو في المثلث الأول بيطابق د واو في المثلث التاني. طيب إيه تاني بينتج عندي من التطابق؟ إن قياس زاوية أ بيساوي قياس زاوية د. طيب الحالة الثالثة اللي بينتج عندي من التطابق زاوية ج بتساوي زاوية واو. يبقى أنا قلت عندي هنا إن أ ج بيطابق د واو، وزاوية أ بتساوي زاوية د، وزاوية ج تساوي زاوية واو. دي كده الحالة الأولى ونحفظها كويس. نشوف الحالة التانية. الحالة التانية بتقول إيه؟ تطابق زاويتان وضلع. طيب زاويتين وضلع، لو جيت ابص كده هنا تطابق زاويتان وضلع. طيب ادي اول زاوية عندي اللي هي الزاوية ب. تمام، زاوية ب في المثلث الاول بتطابق الزاوية ه في المثلث الثاني. طيب عندي الزاوية ج في المثلث الاول بتساوي تطابق الزاوية واو في المثلث التاني. تمام، عندي الضلع ب ج بيطابق الضلع ه واو في المثلث التاني. يبقى كده انا عندي تطابق زاويتين، ادي الزاويتين اهو ب وج، وهنا ه واو متطابقين مع بعض، وضلع اللي هو ايه ب ج وه واو. في الحالة دي يبقى المثلث أ ب ج بيطابق المثلث د ه واو لتوافر الشرط التاني اللي هو تطابق زاويتين وضلع. طيب ينتج من التطابق ايه بقى عندي؟ أ ب بيطابق د ه. طيب ينتج عندي ايه تاني؟ أ ج بيطابق د واو. طيب آخر حاجة زاوية أ بتساوي زاوية د. يبقى نراجع كده تاني عشان بس نفهم الدرس كويس. تطابق زاويتان وضلع، يعني لازم يكون عندي زاويتين بيطابقوا بعض وضلع في المثلث الأول يطابق ضلع التاني في المثلث التاني. زي ما قلنا ادي زاويتين، زاوية ب بتطابق زاوية ه، وزاوية ج تطابق زاوية واو، والضلع المشترك اللي هو عندك ب ج
وه واو ده بيطابق ب ج بيطابق ه واو في المثلث التاني. طيب نبص على الحالة التالتة. الحالة التالتة بيقول لي بقى ايه؟ تطابق الأضلاع التلاتة. هنا مفيش زوايا بقى، لا تطابق الأضلاع التلاتة. يعني لو جيت أبص على الرسم كده هشوف إن الأضلاع التلاتة متساوية، بمعنى إن أ ب بيطابق د ه اللي هو عليه شرطة واحدة بس. طيب ب ج في المثلث الأول بيطابق ه واو في المثلث التاني. طيب أ ج في المثلث الأول بيطابق د واو في المثلث التاني. يعني معنى كده إن الحالة التالتة عندي بيقول لي تطابق الأضلاع التلات، يعني كل ضلع في المثلث هنا بيطابق ضلع في المثلث التاني. طيب يبقى ينتج من كده ان أ ب ج المثلث أ ب ج بيطابق المثلث د ه واو. وينتج عندي هنا من التطابق ان زاوية أ بتطابق زاوية د، وزاوية ب تطابق زاوية ه، وزاوية ج تطابق زاوية واو. تاني عشان بس نراجع الجزء ده عشان مهم. عندي هنا تطابق الأضلاع التلات، مفيش زوايا، وتطابق الأضلاع التلاتة، ولما هتطابق الأضلاع التلاتة الزوايا كده كده هتبقى متساوية عموما يعني أنا بقول عندي هنا إن المثلث الأولاني كل ضلع فيه لو جينا نقول أ ب يطابق إيه؟ د ه. طيب ب ج بيطابق ه واو. طيب أ ج بيطابق د واو. ينتج من التطابق إن كل زاوية تطابق الزاوية اللي قصادها، يعني الزاوية أ في المثلث الأول هتطابق الزاوية د في المثلث التاني، وهكذا ب مع ه وج مع واو. نخش بقى على الحالة الرابعة. تطابق وتر وضلع فين؟ في المثلث القائم الزاوية. ناخد بالنا كويس من الحالة دي. تطابق وتر وضلع في المثلث القائم الزاوية. طيب نيجي نبص نقول تطابق الوتر. فين الوتر؟ ادي الوتر اهو، ادي الوتر اهو. أ ج ده اسمه وتر، ومثلث قائم الزاوية اللي هو ايه؟ 90 درجة، اللي هو ايه؟ بيرمز له بالرمز الصغير المربع الصغير ده يعني الزاوية 90 درجة. ده مثلث قائم الزاوية. ادي الوتر اهو. تطابق الوتر يعني أ ج بيطابق د واو. طيب وتر وضلع ماشي. ب ج بيطابق ه واو. تمام. ايضا عندي قياس زاوية ب بتساوي قياس زاوية ه، لأنه هو مثلث قائم الزاوية، فقياسه هنا 90 وهنا قياسه 90. تمام. يبقى في الحالة دي المثلث أ ب ج هيطابق المثلث د ه واو. طيب ينتج عني من التطابق ايه؟ بينتج ان أ ب الضلع أ ب بيطابق الضلع د ه، وينتج عني ان الزاوية أ بتطابق الزاوية د، وينتج عندي ايضا ان الزاوية ج تطابق الزاوية واو. نراجع الدرس كده بسرعة. تطابق وتر وضلع في المثلث القائم الزاوية. لازم التطابق الوتر والضلع يكون في مثلث قائم الزاوية. ناخد بالنا جدا من الحالة دي. يعني عندي الوتر اهو أ ج وادي د واو، ادي تطابق الوتر اهو، وضلع اللي هو ب ج وه واو، ادي تطابق ادي وتر وادي ضلع في المثلث القائم الزاوية. ادي الشرط اهو عشان يتحقق مثلث قائم الزاوية، يبقى وتر وضلع في المثلث القائم الزاوية. في الحالة دي بيكون المثلث أ ب ج بيطابق المثلث د ه واو التاني، وبينتج من التطابق إن زاوية أ بتساوي قياس زاوية د، وزاوية ج بتساوي قياس زاوية واو، وعندي أ ب بيطابق د ه. وبكده يكون انتهى درسنا النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.